السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم القرنبيط الجميل ده، القرنبيط المقرمش من غير ما يشرب زيت، ومش هستخدم بيض ولا لبن. يعني طريقة اقتصادية جدا جدا وطعمه في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف طريقة التحضير. بسم الله. اول حاجة بجيب القرنبيطة وهبتدي اقطعها، افصل الزهرات واخلي الزهرات بحجم متوسط، مش صغيرة جدا ولا كبيرة، بالشكل ده. وبنضف كل زهرة، في قشور صغيرة بيضة بتكون موجودة على الساق كده، بشيلها. وبعد ما قطعتها بالشكل ده، عندي حلة فيها مية بتغلي على النار. أول ما المية غلت حطيت فيها كمون وشوية ملح وكم عود من البقدونس. ده مهم قوي لأنه بيخلصني من ريحة سلق القرنبيط الغير محببة، وكمان بيضيف نكهة مميزة للقرنبيط. وهنزل بالقرنبيط من ناحية الساق، اخلي الزهرة لفوق وهسيبه يتسلق في المية لمدة 5 دقايق على نار متوسطة، مش اكتر من كده. انا مش عايزة اسويه تسوية كاملة عشان ما يتهريش والزهرة تكون سليمة ومتماسكة. وهنا بعد 5 دقايق بطلعه وهحطه في مصفى واسيبه يبرد. وممكن لو حابين تنزلوا عليه بمية من الحنفية عشان توقفوا عملية التسوية. هعمل دلوقتي خلطة القرنبيط في بولة، هحط فيها كوباية من الدقيق وعليهم 4 معالق كبار من النشا، وهضيف لهم خضرة بقدونس وكزبرة، ممكن تكتفي بالبقدونس بس، والتوابل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحوالي 3 فصوص توم مفرومين ناعم. وهنزل على كل المكونات دي بكوباية من المية واقلبهم كويس يختلطوا ببعض وما يكونش فيه اي تكتلات. ولقيت القوام هنا تقيل شوية فضفت حوالي ربع كوباية من المية، وبرجع اقلبهم تاني كويس لغاية ما اوصل للقوام المظبوط. كده تمام، كل المكونات اختلطت والقوام بقى مظبوط. هجهز الخلطة التانية، ودي عبارة عن كوباية من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. وهقلب كل المكونات دي كويس مع بعض، ودي هتكون الطبقة الخارجية اللي هغلب بيها القرنبيط. كده الخلطتين بقوا جاهزين عندي. وبعد ما برد القرنبيط هبتدي اجهزه قبل القلي على طول. هحطه في الخلطة الأولى زي ما انتوا شايفين، وبغلفه من كل ناحية بالشكل ده، وبطلعه على الخلطة التانية الجافة، وهبتدي اقلبه بايدي التانية النظيفة في الخلطة الجافة. بقلبه كويس من كل ناحية، يبقى ايد بستخدمها للخلطة السايلة وايد بستخدمها للخلطة الجافة. طريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك اي وقت. وبخلص باقي الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. وهنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي في زيت سخن وغزير ببتدي احمر القرنبيط. واول ما بحطه في الزيت بخلي النار متوسطة عشان القرنبيط ما ياخدش اللون بسرعة وهو لسه ما استواش من جوه. انا عايزاه يكون مقرمش من بره ومستوي من جوه. واول ما القرنبيط بيبتدي يلون وياخد اللون الذهبي الجميل ده بقلبه على الناحية التانية. كده خلاص اخد اللون الذهبي الجميل من الناحية التانية. هطلعه من الزيت مقرمش جدا ومش شارب زيت، طعمه تحفة من غير بيض ولا لبن. هسمعكوا صوت القرمشة، سامعين؟ جميل جدا. وده شكل القرنبيط، رشيت عليه رشة من البقدونس، بيفضل مقرمش حتى بعد ما بيبرد. سامعين القرمشة؟ هدوق واسمعكوا برضو. بسم الله، جميل جدا. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا، حتى ولادكم لو ما بيحبوش القرنبيط هياكلوه بالطريقة دي. طبعا عارفين القرنبيط ليه فوائد كتيرة جدا. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم.
ولو عجبكم ما تنسوش اللايك واستنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.